وعندي 50 جنيه، اعمل انا بيها ايه؟ يعني 50 جنيه، قولي انا اعمل بيها ايه؟ 2 كيلو بطاطس يعني ب10 جنيه، 2 كيلو بدنجان ب16 جنيه، نص كيلو رز كمان ب15 جنيه. هنغني ال50 جنيه، ما هنعمل بايه صحيح؟ ما تجيبش حاجه ال50 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على المصطفى الهادي الامين. طبيعه الحال اللي عاوز بيعمر بيعمر، واللي عاوز يخرب بيجيب اجلها. فعادي، الدنيا سهله وبسيطه. اللي عاوزه تفكر وعاوزه تلم امورها وعايزه تعيش ببساطه، ومش شرط يعني ال50 جنيه ما تجيبش دلوقتي بسكوته ولا شوكولاته، بس تعمل. طب تعمل ازاي؟ زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي، البطاطس رخيصه، البدنجان نفس الحكاية. أكلة شعبية وبسيطة وجميلة وبتشبع على فكرة جنب العيش. بمعنى إن البطاطس دلوقتي بدل ما بنقليها وبنحتاج لها زيت، فعادي إحنا ممكن دلوقتي ناخد بطاطساية واحدة لو عندك حبة زيت فاضلين. ولو ما فيش زيت ومش عايزة تكلفي حالك والزيت مضر على الصحة، انت جاء عادي جدا تعمليها مهروسة ما فيهاش أي حاجة، يبقى انت كده وفرتي الزيت. تاني حاجة اللي هو ايه، اللهم صل على النبي، قلنا النص كيلو رز. كيلو رز ب30 وفي ب33، خلينا في ابو 30. يبقى نص كيلو رز، نعمل حبه طماطم كده وبصلايه من اللي موجودين عندنا، مع حته سمنه او قطرتين زيت، يعني برضو ما كلفناش حاجه. ونعملهم حبه رز بطماطم جنب البطاطسيه المهروسه، جنب الايوه اللي انا كنت ناسياه الباذنجان. و2 كيلو بدنجان برضو، مش عاوزين زيت ومش عاوزين نقل ومش عايزين نعمل مسقعه والخطوات كتيره. ما فيش اي مشاكل خالص، احنا ممكن نشوهم على البوتاجاز وكفى الله بالسر علينا. وتعدي يعني ويوم وخلاص وما نقزمهاش. وبعد كده يعني ربنا يكفينا شر الحاقدين والحاسدين. مش هي 50 جنيه وبتقضي؟ اه، في ناس بتقعد وحشه جدا والله العظيم اقسم بالله. وتفهم الفكره بقى، يا نهار ابيض، ده بيمشوا امورهم ب50 جنيه، معنى كده ان هم ايه، مكنزين قد كده؟ لا، ده اللي بيمشي اموره ب50 جنيه وبيدبر وفر، ده عقله اتعصر لان معاه واحد بيبقى جلده. اعانكم الله، دمتم بخير.